الآن في لقائنا أعزائي المشاهدين، كرة على طول في الجهة اليسرى لمصلحة النادي المصري. البورسعيديون يبحثون عن هدف التعادل، وادي كرة خطيرة وفرصة، والوان فين، وادي التسديدة وكرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله الله، أحمد رؤوف مهاجم نادي المصري البورسعيدي يسجل هدف التعادل سريعا يسجل في الدقيقة 58 بعد دقيقتين فقط من هدف أحمد جعفر. يأتي أحمد رؤوف ويسجل الهدف الأول للنادي المصري. أحمد حسن ملحقش يفرح بهدف هو أمامنا. أحمد حسن يعني الحصر على وجهه، لسه من دقيقتين مسجل له أحمد جعفر، لكن هدف جميل جدا 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 ورائع. أهي الكورة مرة تانية، وجعفر استلم وركن، مفيش، أو رؤوف استلم وركن، مفيش أجمل من كده. وادي صناعة الهدف من محمد مسعد. يا ولد يا ولد يا ريق. مرة تانية عمرو موسى بيلعب الكورة، تمريرة في الجهة اليسرى والزيادة من أسامة. عزب بيلم على طول ويجيب على يمينه عرضية خطيرة جدا، والضربة الرأسية وجول جول جول. أحمد جمعة ينجح البديل بضربة رأسية ويسجل في الدقيقة 79. أعزائي مشاهدي نايل سبورت، أحمد جمعة أمامنا في الصورة برأسية رائعة في شباك الشناوي. هدف تاني للمصري البورسعيدي. يا ولد يا ولد يا ولد يا أحمد يا جمعة. وطبعا شايفين بعض يمكن بقى الإعلاميين المنتمين إلى النادي المصري اللي موجودين في الاستاد النهاردة، والفرحة على وجوههم وعلى وجوه حسام حسن. ادي الكرة امامنا مرة تانية، الزيادة من أسامة عزب، عرضية في منتهى الروعة، وارتقاء ايضا في منتهى الجمال، وهدف في منتهى الشياكة للنادي المصري البورسعيدي. الكابتن بيعمل الاسيست والبديل يسجل في شباك الشناوي. طبعا الكرة خبطت في الارض قبل ما توصل لشباك الشناوي، صعبة قوي على الشناوي، يلام المدافعين ولا يلام حارس المرمى محمد الشناوي. تكون افراح في بورسعيد مع البدايه الجميله جدا للنادي المصري. السيد عبد العال وضربه جزاء في مواجهه مع محمد الشناوي. السيد عبد العال وداخل السيد وبيلعب. يا ولد يا ولد يا ولد، بمنتهى الهدوء ومنتهى الرقي والشياكه بيلعب على طول السيد عبد العال. وخلاص المصري بثلاث اهداف بيضمن الثلاث نقاط. فرحه عارمه طبعا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. السيد عبد العال بيلعبها بمنتهى الأريحية في الزاوية العكسية لمحمد الشناوي. يا ولد يا ولد، الله الله عليك يا سيد. أهي الكرة مرة تانية حلوة. السيد عبد العال 3 أهداف في شباك نادي بتروجيت. والحمد لله زي ما توقعنا في بداية اللقاء ان لقاءات الفريقين دايما بتشهد اهداف، و4 اهداف في اللقاء حتى الان. اعزائي مشاهدي ومتابعي نايل سبورت، المصري 3، احمد رؤوف واحمد جمعة والسيد عبد العال، بعد ان كان تقدم بتروجيت بهدف احمد جعفر. المباراة انقلبت على الفريق البترولي الصفة الاساسية بقول لحضراتكم من نهاية الموسم الماضي. التردد الثاني هنا عند احمد رؤوف. سعيد مراد لجمعة، لسعيد مراد، يعدي سعيد مراد جوه المنطقة، لكن مع هنا احمد سامي. عرضية سعيد مراد ممكن. الله 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 على الروعة، روعة. احمد رؤوف هدف التعادل العادل جدا، هدف التعادل العادل جدا. احمد رؤوف مع الدقيقة 39 من شوط المباراة الثاني يدرك التعادل ويحقق المعادلة ويحط الهدف ويفرح كل المصروية ويفرح حسام حسن قدام حضراتكم اللي بيدير المباراة من خارج الخطوط زي ما حضراتكم متابعين. شوف روعة هو سعيد مراد اللي عمل الكورة. يا سلام على الروعة، يا سلام عليك يا رؤوف، يا سلام والله جميل، والله جميلة. احمد رؤوف تملي بقول لحضراتكم هو الهداف كده. سيد عبد العال هو اللي بيروح كصناعة لعب، وادي سعيد مراد بطن القدم واشرف تاني. يا ولد غزالي ولا ايه؟ محمود الغزالي ولا ايه؟ مش ممكن. يا ولد ضربة رأس رائعة. جمعة حرجم عليها وحطها جميلة جدا جدا جدا. ادي سعيد مراد، وادي امكانيات طبعا التواجد في المكان المناسب، وضربة رأس كده يتفرج عليها زينا بالظبط. وضربات الرأس يعني اقول لحضراتكم ايه، المتقنة. ضربة رأس رائعة
عشان يحطها احمد جمعه صاحب ال 27 سنه. مصري ادي احمد جمعه صاحب هدفين جمعه، اذا جمعه في الملعب بهدفين ورؤوف ايضا في الملعب بهدفين، وايضا سيد عبد العال موجود، وادي جمعه يخلص واحده منتهى الخطوره، تحط على طول كابوريا، وهدف اول للنادي المصري، هدف اول احمد ياسر للنادي المصري. كابوريا بقول لحضراتكم كابوريا هو مفتاح السر مع النادي المصري، نزل من ساعه ما نزل وعمل نشاط في هجوم النادي المصري، يحط العرضيه حلوه قوي على القائم البعيد ليه محمد ياسر، يسجل اول اهداف المباراه احمد ياسر من عرضيه كابوريا. والله كانت عرضيه كابوريا مبطرخه المره دي، وعلى طول حط بيها احمد ياسر الهدف الاول. لاعب دجله السابق ياسر وتاني موسم ليه مع النادي المصري، يحط واحده على طول من تحت عمرو حسام. ادي الاعاده خلصها جمعه، تبديلين اللي عملهم حسام حسن. بص كابوريا بيعمل ايه، ضرب بيها التسلل، جاي من ورا احمد ياسر، حط بطن رجله في الكوره على طول في البعيده من تحت عمرو حسام عشان يتقدم النادي المصري بهدف. احراز هدف هي الضربه الثابته، سيد عبد العال اتلعبت على القصير، رأسية جول، رأسية جول. بقول لحضراتكم اقرب طريقه لاحراز الهدف هي الضربه الثابته، وجاء محمد مجدي ليدرك الهدف الاول للنادي المصري علشان يقرب المسافات والمساحات والنتيجه، ويضع هدف المصري الاول من كره ولا اروع ولا اجمل من عرضيه سيد عبد العال. شوف بقى هنا يا سلام، يعني محطوطه زي ما الكتاب بيقول، محطوطه عرضيه سيد عبد العال ثم رأسية محمد مجدي المدافع رقم 3 في فريق المصري. جمعة لكابوريا الرؤوف، يا ولد يا ولد، روعة 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 روعة. الهدف الثاني للنادي المصري احمد رؤوف، احمد رؤوف على موعد مع التسجيل، على موعد مع التصويب، على موعد مع الابداع الكروي المهم جدا جدا هنا في استاد الاسماعيليه. لمسه ولعبه ثم هدف على طول احمد رؤوف، ولا اروع ولا اجمل من كده، مفيش اجمل من كده. يعني كرة زي كرة احمد جمعة، احمد رؤوف ده الهدف الثالث. شوف مرة تانية الاعادة، شوف مرة تانية يا ولد على اللمسة، يا ولد على اللقطة من كابوريا لاحمد رؤوف، حطها حلوة قوي 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 احمد رؤوف علشان يصحح الاوضاع، وده هدف التعديل وهدف تصحيح الاوضاع. يبقى 2-2 نتيجة المباراة حتى الان في الدقيقة 12 من شوط المباراة الثاني. المباراة شكلها هيتغير، بقول في اهداف في اهداف تاني من علي، من سيد جاد، يلعبها حلو قوي لطارق العجمي. اول لمسه طارق هيصوب تصويبه حلوه، يا ولد يا ولد، جول جول طارق العجمي، روعه روعه روعه. بيكافئ حسام حسن في اول لمسه، في اول لقطه، في اول لعبه. الله على جماله، والله العظيم مباراه رائعه، والله مباراه تاريخيه للمصري، والله مباراه جميله جميله. طارق العجمي اللاعب رقم 19 وكأنه على موعد مع الإبداع الكروي المهم النهارده. طارق العجمي اللاعب رقم 19 اللي خد الفرصة وخد مبادرة التصويب في الدقيقة 44 من شوط المباراة الثاني، بيحقق المعادلة الصعبة وبيؤكد نظرية حسام حسن، النظرية الهجومية البحتة. طارق العجمي في الدقيقة 44، شوف هدف ولا أروع، شوف جمال التصويب، شوف الراجل وسع لنفسه وعدل الناشنكاو وصوب. نلعب مع حضراتكم للدقيقة 48، دخلنا بالفعل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع. محاولة من عبد الله جمعة خطيرة جدا، ما فيهاش تسلل، يقدر وجوه الجول. الهدف الأول للنادي المصري. بيشتغلوا دايما على اللعبات دي، انه يلعب الكرة لقدام عند احمد رؤوف، وبالفعل احمد رؤوف كان عاوز يتلايم على اكتر من واحدة فاكتر من هجمة للنادي المصري، قدر انه ياخد تمريرة بينية هدية، ما رفضش الهدية احمد رؤوف عشان يسجل بيها الهدف الاول للنادي المصري والهدف الرابع ليه هذا الموسم مع نادي المصري، وتصبح النتيجة 1 المصري لا شيء. سموحة بالفعل البينية اتلعبت له، ما كانش فيها تسلل ابدا والقرار كان سليم، وخطف المدافعين كلها احمد رؤوف. وهي دي بقى قيمة المهاجم الجيد اللي بيتواجد في المكان السليم، هرب من الرقابة وتواجد في مكان اكتر من رائع ولعبها بعقل قوي الحقيقة احمد رؤوف. وينزل على وسط ملعبه، انما ترجع عند ويلسون اللاعب الغاني، كانت ممكن تتقطع منه، نقلتين كويسين. سيد عبد العال، سيد
لاحمد ايمن منصور. حلوه، سعيد مراد بدا يظهر اهوت، ينقلها له، يعملوا هجمه منظمه من وسط ملعبهم بوش رجله، يحركها في منتهى الخطوره، خطيره مش ممكن. جول جول جول، هدف للنادي المصري، تحرك وجمله جماعيه منتهى الجمال والروعه. احمد ياسر بعد 11 دقيقه من اللعبه اللي عملوها من وسط ملعبهم، هنشوفها تاني. تحركوا كويس قوي لعيبه النادي المصري، وبعرضيه نموذجيه. احمد ياسر بعبقريه المكان واقف ومستنيها يسجل. 1-0 عن طريق ياسر اللي قدامنا، اللي جاي من نادي وادي دجله وعنده هدف وحيد الموسم اللي. بص تحرك سعيد مراد وحاله عدم الرقابه من مدافعي النادي الاهلي والفوضى اللي كانت موجوده في عرضيه الجبهه اليمين اللي اتحرك فيها بشكل اكتر من رائع احمد كابوريا. انما البدايه من سعيد مراد لكابوريا، والناحيه الثانيه خالي تماما من الرقابه في غياب صبري رحيل اللي هيسال كتير عن الهدف اللي سجله احمد ياسر. 1-0 ركله جزاء. هنشوف محمد مجدي اللي هيلعب ولا مين. ركله جزاء ويحطها حلوه، جول جول جول، الهدف الثاني محمد مجدي. هنشوف الكره للبره الثانيه، والدقيقه 58 2 للنادي المصري، مسجل 5 تجوان مجدي المساك، والنهارده ده الهدف رقم 6 ليه. يعني قليل لما نلاقي واحد من المدافعين يعمل الارقام الكبيره ديت. انما ركله جزاء وحاله فوضى دفاعيه للاعيبه الاحمر، ومحمد مجدي بيسجل تاني الاهداف. طويله من احمد منصور، متابعه كره عرضيه حلوه وخطره، وجول وجول وجول. يفعلوها، يحققوها البورسعيدية، ينجحون في هز الشباك الحضري في هذه الأثناء ويعوضون ركلة الجزاء الضائعة. يا سلام، المصري البورسعيدي والفرحة الأسطورة حسام حسن. شوفوا الإعادة، أحمد منصور والأسطس الحلو والكورة ولا أحلى، حط كابوريا كابوريا كابوريا، أكيد أصلها بورسعيدي. كابوريا، يا سلام يا سلام، الله الله، محلاها كابوريا في بورسعيد ويفعلها كابوريا، يا سلام، ويحط الكرة في شباك الحضري عكس تفكير الحضري اللي بالطبع يكون الهدف الأول في هذه المباراة. والتغيير الآن الثالث، محمد شريف يدخل من جانب وادي دجلة مكان حسام عرفات. إذا محمد شريف مكان حسام عرفات في هذا التغيير الثالث لوادي دجلة. الكرة الثانية، جول 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 جول، خلصوها البورسعيدية. يا سلام يا سلام، والله إبداع، ولا أحلى ولا أجمل هدف ولا أروع، في كورة رائعة جدا، كورة عرضية، ينجحون المصري البورسعيدي في إحراز هدف ولا أحلى. إذا 5 دقائق يقول الكابتن إبراهيم حسن، الباقي من الوقت هدف ولا أروع. شوف الكورة، شوف حلاوتها، شوف روعتها، شوف كيفها، يا سلام. أوبا 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 أوبا، كورة فاجأت الكل، فاجأت الكل بما فيهم الحضري. ياه، أحمد جمعة اللاعب البديل الذي يسجل هدف ولا أحلى ولا أروع. مراد، هل سعيد مراد يحرز الهدف الأول للمصري بدري في الدقيقة 8؟ هنشوف سعيد مراد والحارس محمود رضا. سعيد وهدف، يا ولد يا ولد يا سعيد مراد، قوة مع إتقان، جول للنادي المصري. وبكده بيصبح النادي المصري البورسعيدي الفريق الوحيد بين كل فرق الدوري ال18 اللي سجل في كل مبارياته. وده مش غريب، لأنه يملك مدير فني هو تاني هداف الدوري المصري عبر تاريخه اللي أمامنا في الصورة، العميد 168 هدف حسام حسن، سابع هدافي العالم الدوليين برصيد 72 هدف، هداف الدوري مرتين العميد. كل ده ترجم للاعب المصري وبقوا ثالث أقوى هجوم، وبقوا الفريق اللي سجل في كل مبارياته، الفريق الوحيد في الدوري. إذا بورسعيد من حقها أن تفرح. محمد مجدي، طولية على طول عند محمد أيمن منصور، يا ولد
يطلع على طول سعيد مراد. سعيد مراد عمل الفنت بالشمال والعرضية باليمين والهدف الثاني. اللاعب اللي كل ما نزل بديل سجل. قلت لحضراتكم افضل بديل في الدوري المصري، نزل كبديل في لقاء بتروجيت واحتاج 29 دقيقة عشان يسجل، ونزل بديل في لقاء دجلة واحتاج 30 دقيقة عشان يسجل، والنهاردة ينزل كبديل ويحتاج حوالي 10 دقايق عشان يسجل. أحمد جمعة عشان يصل للهدف رقم 4 يتساوى مع أحمد رؤوف في صدارة هداف المصري البورسعيدي. أحمد جمعة أجوجو كان إعارة لاتحاد الشرطة وبدايته المصري البورسعيدي، لكن سعيد مراد من صنع ضربة الجزاء وأحرزها بنفسه هو السبب، وهو هو اللي صنع هذا الهدف بإتقان سعيد مراد. هدف الثاني لأسوان وخروج خاطئ وغياب من الرقابة من محمود رضا ودفاعات أسوان، وأحمد أجوجو على طول يسجل الهدف الثاني للمصري البورسعيدي. مش ممكن. أحمد أجوجو بيترادورو تغيير يحمل ملامح دفاعيه. كابتن عماد النحاس يقول لك 9 دقائق نقطه احسن من ما فيش، والطمع يقل ما جمع، لكن نقطه لا تقنع. العميد والهدف الثالث للمصري البورسعيدي. قلت لعنه ال3-2، قلت لعنة ال3-2. ومحمد مجدي زي ما سجل في مرمى حرس الحدود يسجل الهدف الثالث للنادي المصري البورسعيدي، و3-2 تكرس العقدة لنادي أسوان. نفس النتيجة مع مصر المقصة ونفس النتيجة مع إنبي، و3-2 للمصري البورسعيدي. ادي محمد مجدي المدافع الهداف، كلها وجوه شابة يقدمها العميد للمنتخب المصري ولهيكتور كوبر. ادي الارتقاء يا ولد، ولا احسن مهاجم من محمد مجدي، رغم انه غير مراقب لكن التكنيك جميل والارتقاء جميل، ومسجل برأسه كأنه بيركنها بايده. انتهوا بالتعادل الايجابي. مرة تانية محمد مسعد، حلوة البينية، هو وجول، هو وجول، وهدف. هدف اول للنادي المصري في غفله كده من خط الظهر. هنا عملها حلو قوي كابوريا، بيحرز هدف اول كابوريا في الدقيقه ايه؟ في الدقيقه 7. دخلنا كده في 7-8 دقايق. هدف حلو قوي اتحط في الزاويه الضيقه، عملت هنا الراجل احمد علي كان ضامم لجوه الظهير الايمن، ساب كابوريا هنا اتحرك وحطها ببطن رجليه. حلوه 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 خط 18. ارتقاء عالي مره ثانيه احمد ايمن منصور لمحمد اشرف. مسعد عدى، مسعد يا ولد عيب، خدها نفسه كويس قوي. مسعد طلع له ناحيه شمال احمد ايمن منصور، بينيه الحلوه. رؤوف ممكن ياخدها. جول تاني احمد رؤوف، اتعملت بينيه. يا سلام يا مسعد، تحيه كده لمحمد مسعد، هو اللي عامل الجول. محمد مسعد عملها بينيه حلوه قوي قوي، لكن احمد رؤوف فرود بدرجه قدير جدا. احمد رؤوف بيحرز هدفه الخامس في الدوري، اتعملت بينيه حلوه قوي من محمد مسعد، حلوه حلوه حلوه. بيحرز هدف ثاني، هدف ثاني احمد رؤوف، هدف ثاني في الدقيقه الثالثه، نفس التوقيت في الشوط الاول، يعني الدقيقه الثامنه والدقيقه التاسعه. لكن عجبني قوي محمد مسعد، هو اللي عامل الكورتين، عمل الهدف الاول لكابوريا وبيعمل الهدف الثاني لاحمد رؤوف، حطها بوش رجليه الخارجي، والراجل طالع هنا حسن شاهين حطها حلوه حلوه. الراجل كان فاكر انه هيرقصه حسن شاهين، عشان كده كان رايح معاه، حطها وخدعه هنا احمد رؤوف، حطها بوش رجليه من فوق حارس المرمى. ادي مره ثانيه السيد عبد العال في نص الملعب، أسامة العزب، احمد جمعه جوه ال 18، استلم كويس قوي. مره ثانيه لسه فيها خطوره على القائم الاول. جول احمد رؤوف، يا سلام يا ابني، بتفكرنا بجوال الكابتن محمود الخطيب. يا سلام احمد رؤوف بيجيب جول ثالث. احمد رؤوف في الوقت ايه؟ في الدقيقه الاخيره بيحرز هدف قاتل في الدقيقة 45. بيفكرنا بنجم مصر كابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. في فترة من الفترات كان جاب في النادي المقاولين العرب في استاد القاهرة، وجاب جول زي ده في النادي المصري في استاد بورسعيد الكابتن محمود الخطيب. هدف رائع، الراجل اتحرك على الزاوية الضيقة. يا حلوة يا ابني احمد رؤوف، هدفين النهارده ما شاء الله. لكن عملها له مين؟ الممتع محمد مسعد، نجم من نجوم اللقاء النهارده، هو اللي عمل ال3 اجوال. الله على الهدف، روعة الهدف
يتكلم بقى النهارده نجومنا في الاستوديو التحليلي عندهم كلام كتير كتير يقولوه في المباراه. يا سلام. هدف ومحمود الغرباوي وادي مجدي يتعادل، مجدي يعادل، مجدي يعود للنصور، مجدي يعود للنصور، والثورة في أرضية الميدان ما بين النادي المصري البورسعيدي ونادي الداخلية في لقاء قمة حقيقية. محمد مجدي من ضرب الجزاء حطها له على شماله، يا جماله يا جماله، وراح مش عارفين. باقي دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. خلاص نقترب من النهاية. هل يخطف أحد الفريقين النتيجة؟ عملها الإسماعيلي وفاز، وعملها قبل كده المصري وفاز، وادي العرضية. لا 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 والله وعملوها والله. جالة لسه بقول لحضراتكم هل يخطفها أحد الفريقين؟ وبالفعل النادي المصري يتقدم بأول أهداف اللقاء. الله 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 الله. ربنا يخلي جمعة. نعم نعم، ربنا يخلي جمعة البديل الذهبي لحسام حسن أحمد جمعة، رغم ان النهاردة مش يومه لكنه يقدم أداء جميل وبكرة عرضية يقابلها حسب الميعاد، ويقوم بدور الفيلسوف أحمد رؤوف ويكافئ مدربه حسام حسن اللي نزله وبدله بدلا من محمد أشرف بضربة عرضية ولا أروع، ثم ضربة راس صعبة على حصى محمد صبحي، واحد من افضل الحراس، 1 على 1، 2 ضاغطين عليه. يا سلام على المساندة الجميلة اللي اتعملت في اللعبة الأخيرة، ويا من عرضية لجمعة رأسية النادي المصري. لعبناه وانسحاب اجباري للاعيبه نادي الاتحاد على وسط ملعبهم. فاول من مكان كويس، تتلعب خطيرة، ممكن جول. لسه بقول محمد مجدي مالكش حل يا ابني. ايه العرضية دي وايه الرأسية دي؟ المصري وهو ناقص عرضية من الفاول في منتهى الجمال، ومحمد مجدي قال لك دي ما ترجعش. جول حلو للنادي المصري، هنشوفه تاني. انما محمد مجدي لو الراجل سمعني وانا بتكلم من 5 دقايق ما كانش هيطلع يرد بالشكل ده. هدف في منتهى الجمال، ادي الضربة الثابتة، وخطأ من مدافعي نادي الاتحاد احمد السيد وعمرو نبيل، وطالع الراجل فوق الكل ويحطها. منتهى الجمال والروعة. هدف التقدم للنادي المصري باخطاء المدافعين في الرقابة ومهارة محمد مجدي اللي رايح الراجل في مجال. منصور يلعب لمحمد رفاعي، يلعب تمرير على الارض لاحمد رؤوف، لمحمد رفاعي، تصويبه خطيره جول احمد موسى كابوريا بيرجع وبيقرب النتيجه للنادي المصري علشان تبقى 2-1 في الدقيقه 38، ويقدر من حماس منقطع النظير الحقيقه ومن رد فعل سريع موجود في الثلث الهجومي. رؤوف يطلع على طول هنا لفريق طلائع الجيش. شوف مره ثانيه الكوره ترد على طول، رد فعل طبيعي وبدون تردد، بدون التردد. في الشمال لاحمد ايمن منصور، كره العرضيه توصل لاحمد رؤوف، لمحمد اشرف، لمحمد رفاعي، يعملها بليسنج لاسامه عزب جوه المنطقه، خطيره اسامه عزب. يا ولد يا اسامه عزب، ايه العقل والتركيز ده، ايه الجمال ده، روعه من اسامه عزب، وحط هدف التعادل العادل جدا في الدقيقه 42 من شوط المباراه الثاني علشان يصحح الاوضاع للنادي المصري ويرجع لنقطه البدايه مره ثانيه في شكل هجومي رائع وكانه يتحول الى لاعب مهاجم. شوف الراجل وقف على كورته ازاي، شوف اللعيب والله عاقل وراسي قوي اسامه عزب، ومعشوق جماهير بورسعيد، واحد من ابناء منطقه الامين في مدينه بورسعيد، وهو بيسموه اللاعب الامين، ابن منطقه الامين. الحقيقه ده دايما كلام اللي في الشفايف. ضربه ركنيه على طول خطيره، جول طارق خطاب ولا محمد مجدي يحط الهدف الثالث للنادي المصري في الدقيقة 15 من ركنية أحمد موسى كابوريا علشان يؤكد تفوق النادي المصري ب3 أهداف مقابل هدفين على فريق طلائع الجيش. كرة عرضية من الركنية تصل لمحمد مجدي المدافع المميز، مدافع بدرجة مهاجم الحقيقة محمد مجدي، وبيؤكد تفوق النادي المصري في شوط المباراة الأول وأيضا شوط المباراة الثانية. نشوف مرة ثانية الإعادة. محمد مجدي كانت عنده يقظة ودقة وتصويب بالرأس أكتر من رائع، تخبط في عماد السيد. الحقيقة هو اتفاجئ بيها عماد السيد علشان النتيجة تبقى
لعبت سيد عبد العال مرة تانية تروح في اليمين لسيد، لعبها عرضية جوه المنطقة، عرضية وفي الزحمة. هو ده الهدف القاتل، هو ده الهدف القاتل اللي بقول لكم. قلت لكم من شوية النادي المصري لو جاب جول هيكون بمهارة فردية في المساحات الضيقة للاعب، وهو اللاعب وهو النجم بتاع المصري هذا الموسم أحمد رؤوف. يا في الدقيقة كام بقى يا جماعة؟ في الدقيقة 88، الدقيقة القاتلة، الفترة الأكثر تهديفا للنادي المصري هذا الموسم، بيسجل في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 88. يا